السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي وقناتكم عالم حافظة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الريب بطريقة سهلة، الريب القرعة والريب اللي كنديروه في كويسات اللي كيكونوا فرديين. ومن طبيعة الحال إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشاركونا تعليقاتكم وتشاركوا مع الأصدقاء ديالكم. والناس اللي باقي ما تابوناوش عندي فلاشين كنتمنى أنكم تابوناو عندي فلاشين وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ودابا غادي نمروا للطريقه ديال التحضير ان شاء الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا واحد ملعقه ونصف ديال السكر سنيده، وبالنسبه للسكر على حسب الذوق ملعقه كبيره ديال الحليب المجفف نيدو، ايترو ديال الحليب، وواحد الياغورت بنكهه ديال الفاني. هادو هما المكونات اللي كنحتاجوا. بالنسبه للحليب يمكن لكم ديروا ديال العبار ماشي مشكل. كنحتاجو دابا الكاسروله اللي كنوضعوا فيها نصف لتر ديال الحليب، وغنزيد النصف الاخر غنخليو تقريبا غير ما يعادل الكاس ديال الحليب هو اللي غنخليو حتى الاخر. انا غنضيفو صافي خليت تقريبا ما يعادل واحد الكاس. دابا في واحد الاناء غادي نوضعوا الياغورت بنكهه ديال الفاني، وغادي نضيفو عليه ملعقه ديال النيدون وملعقه ونصف ديال السكر سنيده. يمكن لكم ديروا 2 معالق ديال السكر سنيده على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف كاين اللي ما كيبغيهاش. انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف. صافي كنضيف عليه واحد الكاس ديال الحليب اللي بقى، وغادي نطرب كلشي مزيان غير بالطراب اليدوي. يمكن لكم تستعملوا الطراب الكهربائي. غنخلطو مزيان ونتلاقاو من بعد. في هاد الاثناء راه درنا الحليب على عافيه مهيله، ومن بعد خليناه تدفى شويه فلو كان سخون بزاف وخليناه تدفى، يعني حتى الا خشينا فيه صبعنا كيتحمل الحراره ديالو. صافي من بعد راه ضفت عليه دابا داك الخليط اللي خلطته مزيان بالطراب. صافي وغادي نخلط كلشي مزيان مزيان. صافي بعد ما كنخلطوا كلشي مزيان كنتاكدوا ان المكونات كلهم منسجمين، كنديروهم في شي اناء اللي نقدروا باش نكبوا في الكويسات. بالنسبه للكويسات راه غادي نوضعهم في كوكوط. غنوضعهم في كوكوط اللي غادي ندير فيه واحد شويه ديال الماء اللي يكون يعني النص ديال دوك الكويسات ديال الماء، يعني غادي نعمر عفوا غادي نكب الماء في الكوكوط يكون نصف ديال دوك الكويسات باش ما يدخلش ليا الماء لداخل. صافي وغادي نوضع في الكوكوط ديالي الكويسات وغنغطيهم وندير ليها الصفاره ونحطها في شي بلاصه اللي دافيه. الكوكوط ماشي بالضروره اننا نغطيوها حنايا مازال، لا ماشي بالضروره. بالنسبه للقرعه اللي خويت فيها حتى هي، القرعه غادي ندير لها واحد المنديل وغنغطيها مزيان، غنغطيها بالمنديل وغنخليها في شي بلاصه اللي دافيه. المهم انا راه كنوجد هذا العصير هذا بالليل كيكون موجود في الصباح، ولا كنديرو في الصباح وفي العشيه كيكون موجود. وهذا هو الريب ديالنا اللي درت في القرعه. من بعد فاش كدوز ديك الوقيته اللي فاش كيجمد كنديروه عفوا في الثلاجه حتى كيشد راسو مزيان وكنقدموه ضروري من الثلاجه واحد ساعتين المكانه. هذا هو الريب ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا بالنسبه لديال القرعه. واللي درت في الكويسات كيف كتشوفوا كيجي متماسك بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا رائع جدا. كنتمنى انكم تجربوه ما غاديش تندموا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه.